محدش بيحبك إلا لو محتاجك. استنى، ما تقلبش. أنا عارف إن الجملة دي ضايقتك. بس خليني أقول لك الحقيقة اللي محدش قالها لك. لو أنت فاكر إن الناس بتحبك عشان شخصيتك، يبقى لازم تسمع الكلام ده للآخر. الناس مش بتحبك أنت، الناس بتحب الإحساس اللي بتديه ليهم، بتحب اهتمامك، دعمك، إحساس إن هم مسموعين، إنهم مهمين، وجودك وقت ما يحتاجولك. جرب تختفي شوية، جرب تبطل تدي، هتتفاجئ إن ناس كتير ما لاحظتش غيابك أصلاً، وهتكتشف إنك مش مهم قوي زي ما كنت فاكر، وهتعرف إنهم ما كانوش متمسكين بيك، هم كانوا متمسكين بالدور اللي بتلعبه في حياتهم. على فكرة ده مش عيب فيهم، دي طبيعة البشر. اللي بيديك قيمة عندهم هو اللي بتقدمه. الحقيقة دي تنطبق على الكل؟ لا طبعا، أكيد في استثناء. في ناس بيحبوك لذاتك مش لهاتك، ودول قليلين جدا. أنا هنا مش بقول لك تعادل العالم، بقول لك ميز بين اللي ساندك عشان بيحبك وبين اللي ساند عليك عشان مصلحته. اشتغل على نفسك عشان اللي بيحبوك بجد يفتخروا بيك، وعشان اللي مستنيين منك مصلحة يعرفوا إن غيابك ملوش بديل. فلو عايز تبقى غالي، ما تبقاش متاح طول الوقت، وخلي غيابك يتحس. إذا عجبك الكلام كومنت وإعجاب أو باي، سلام.